قائد المجلس العسكري في حلب. أهلا بك. إذن على مدى أشهر لم تتوقف البراميل المتفجرة عن حلب وأحيائها ومدنها وريفها. يعني سيادة العقيد، أمام هذا المشهد يعني ماذا تعلقون؟ يعني كيف هو الوضع الآن بالنسبة إليكم؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية للمعتقلين. نحن نقتل والعالم يتفرج علينا، الدول الأجنبية والعربية، والكل مشترك في هذه الجريمة. الكل مشترك، من يستطيع تقديم الدعم ولا يقدمه هو الذي يشترك في هذه الجريمة. نحن نحاول الحصول على مضاد طيران، ولكن لا جدوى من هذه المحاولات. بالأمس كان معارك طاحنة في جبال الحص، وتم قتل أكثر من 100 من قوات النظام، وأسر 22 من شبيحته، واغتنام عدد كبير من عتاده العسكري. واليوم يرد علينا في هذه المجزرة. نعم. يعني سيادة العقيد، يعني الأنباء التي تصل من حلب يعني تقول بأن قصف النظام بالبراميل المتفجرة لبعض المناطق هو قصف ناتج عن عجزه في اقتحام هذه المناطق برا. يعني ما مدى قدرة الثوار والجيش الحر في تلك المناطق الآن، وما أهم المناطق التي حتى اللحظة ما تزالت عاصية على قوات النظام في حلب؟ بالتأكيد هذا أن دل على هذه الهمجية، هي عجز قواته البرية في التقدم على أكثر من محور، على محور جبهة الشيخ نجار وجبل العزان وكثير من الجبهات. الحقيقة بالأمس كان في عملية رائعة للأخوة المجاهدين، وتم قتل عدد كبير من هذه الجنود. أين هذه العملية؟ تحرير، كان في عندنا تحرير قرية العدنانية والزراعة الفوقانية والزراعة التحتانية. طبعا تحت القصف الشديد لم يستطع الأخوة الثوار الثبات في هذه القرى، لأنها قرى ريفية ومعظم أبنيتها هي بيوت طينية، ولكن تم بفضل الله قتل عدد كبير من جنود النظام وشبيحته، وأسر عدد كبير بما فيهم قائد الشبيحة في منطقة السفيرة، واغتنام عدد كبير من الآليات. شكرا لك العقيد عبد السلام محميدي، قائد المجلس العسكري، كنت معنا عبر سكايب من حلب. وشكرا لأحمد الأحمدي، ناشط إعلامي، كان معنا على سكايب أيضا من حلب. والآن مشاهدينا نذهب إلى